لما نسمع صوت الهوا وهو بيخبط على الشباك والبرد يبقى جامد، نعرف إن ده مش أي يوم، ده يوم شتا ومحتاج دفا. يوم ما ينفعش يعدي كده، لازم نعمل أكل يدفينا بجد، أكل يستحمل الوقفة ونطلع فيه الحلة الكبيرة، أكلة صبرها حلو وتعبها بيبان في طعمها، وأول ما تطلع على السفرة تحس إن البيت دفي. محشي الكرنب، أكلة شتا ولمة بيت. يلا نشوف. أول حاجة دي كرومبة متوسطة مش كبيرة قوي. احنا هنحاول إن احنا نطلع الراس. أول حاجة بنطلعها بنعمل زي مربع كده حواليها من كل ناحية ونشدها كده جامد. هي بتبقى جامدة شوية، الموضوع أصعب ما في الموضوع هو ده. بتطلع كده ونحاول بقى نطلع الجزء اللي باقي من الراس عشان نعرف إن احنا نسلقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي مية سخنة حطينا فيها ملح وكمون، وهنبدأ إن احنا نسلق الكرومبة. هنحطها الأول على المكان اللي كان فيها الراس كده لتحت، نسيبها 3 4 دقايق كده، لأن العروق أصلًا بتبقى ناشفة جدًا، فالورق سهل، الورق ما فيش دقيقة، أقل من نُص دقيقة وهيطلع كمان. بس إحنا بتاخد وقت شوية على الناحية التانية اللي فيها الراس عشان العروق بتبقى جامدة، الحتة اللي فوق بتبقى ماسكة أوي. بعد ما بنقلبها تاني بقى، يا دوبك ما فيش كام ثانية كده وبنطلّع ورقة، ورقة بتلاقيها فصلت فبنطلّعها، ونحاول إنها نطلّعها نُص سِوَى علشان بتتهري. لازم يعني بتفضل سخنة، فبتفضل لسه كأنها بتتسلق، فنحاول نطلّعها وهي مش مستوية أوي، نُص سِوَى. بالشكل ده إحنا لمّا بنغطّسها كده في المَيّة أوي، الورق بيفصل فبنطلّع كده ورقة، ورقة بتطلع بسهولة جدًا وبسيطة. دلوقتي هنعمل الخلطة بتاعة المحشي. دي 3 بصلات كبار هنعملهم في الكبة كده، نخلّيهم، أنا مش عايزاهم ناعمين، يعني قطع، هيبقى قطع كده صغيّرة بالشكل ده، يعني الفرم المتقطّع مش على طول عشان ما يبقاش ناعم أوي كإنه مبشور، أنا عايزاه فيه قطع بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هنحط بقى حلة على النار وفيها تقريبًا ربع كوباية زيت ومعلقة سمنة بلدي، بتفرق جدًا في الطعم الاتنين على بعض، وبنحط نُص مقدار البصل. إحنا ما بنحطش البصل كلّه، لإن أنا ما باحبش البصل كلّه يبقى في خلطة، اللي هو يبقى متسبِّك، باحب يكون فيه جزء ني. يعني لو في حد بيعمل كده زيي، لو ما فيش حد فهي دي طريقتي. باخلّي البصل يبقى لونه كده أصفر، برضه مش باغمّقه أوي، وبعد كده بانزل بعصير الطماطم واسيبها لحد ما تغلي. ما باحطش أي حاجة وهي نيّة كده، لحد ما تغلي شوية، وبابدأ إن أنا أحط عليها التوابل دول 2 ماجي، أنا باستعمل ماجي خضار، حطيت 2 ماجي، وبعد كده هاحط التوابل اللي هو فلفل أسود ونقطة ملح وكمون. في ناس بتحط كزبرة برضه ناشفة عادي، بس أنا باحب بس كمون وكزبرة بس وملح، ونسيبها بقى لحد ما تتسبِّك تمامًا. وهنعرفها إزاي إنها اتسبِّكت؟ لمّا نحس إن الزيت والسمنة المادة الدهنية كده فصلت وبقت فوق، كده يبقى هي اتسبِّكت تمام ما فيهاش مَيّة خالص، بقت صلصة والزيوت كلّها طلعت على الوش. دلوقتي إحنا هنقطّع الكرنب، هنبدأ يعني نضبّطه عشان يبقى جاهز للحشو. إحنا بنجهّز كل حاجة قبل الحشو عشان كل حاجة تبقى جاهزة وتبقى سهلة. هنمسك الورقة كده نشيل العروق اللي فوق كده بالشكل ده، وبعد كده نلفّها زي ما أنتم شايفين كده، نلفّها كذا لفّة. هي الورقة مش كبيرة فبنقطعها نُصّين، لو أكبر بنقطعها 3، وبعدين بنقطعها كده ورقات صغنّنة على قد الصباع اللي إحنا عايزينه يبقى قد إيه، عايزينه أكبر، أصغر، أنا باحبه الشكل ده والحجم ده. أهو الحجم ده مناسب جدًا. هنقطّع ورقة تانية نفس الكلام، نتنيها كده على جنب، ونشيل العروق دي، وبعدين نلفّها كام لفّة ونقطعها في النُص لإنها صغنّنة. لو أطول قُلت يتقطّع مرتين، 3 مرات قصدي، وبعدين نقطّعها صغنّن كده على قد الصباع. ركّزي معايا، الحكاية لسه ما خلصتش، اللي جاي هيكمّل طعم البيت والدفا. إحنا كده خلّصنا. هنعمل بقى، عملت أنا كُلّه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، جهّزت كل الكرنباية وقطّعتها كلّها كده، وحطيت الأخضر لوحده والأبيض لوحده، ودي العروق أنا هاستخدمها مش هارميها، هاخد منها اللي أنا هاحتاجه يعني. في ناس بتخلّله، بس أنا باستخدمه تحت في الحلة عشان تبقى ما يلزقش، الطبقة اللي تحت ما تلزقش، باحط فيها طبقة كده من ورق مش من الورق، من العروق، عشان أحط فوقه على طول الكرنب. ودي أنا حطيت كوباية رز كاملة، وهاحط عليه التسبيكة اللي أنا عملتها دي، ونقلّب كويس جدًا. هي بردت شوية مش سخنة أوي،
ودي كزبرة وشبت وبقدونس مغسولين طبعًا ومتقطّعين، هنقلّب كل الخلطة دي كلّها مع بعض، والبصلاية لو فاكرين اللي كانت في الكبة النيّة، هاحُط عليها كمون وفلفل أسود وملح نقطة صغيّرة وأقلّبها كويس أوي، 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 وبعدين أحُطّها عليها، بتفرق في الطعم جدًا، بيبقى فيها بصلة متسبِّكة في الطماطم والبصلة النيّة دي، بتعمل فعلًا فرق كبير أوي. ونبدأ بقى دلوقتي إن إحنا نحشي، إحنا بنحُط جزء صغنّن كده في النُص ونلفّها ونحاول إن إحنا نبرُم أوي وما نجيبش الرُز على الأطراف، بالشكل ده، نبرُم أوي والرُز ما نخلّيهوش على الأطراف. هاعمل واحدة تانية على الناحية الخشنة جوّه، في ناحية ناعمة وناحية خشنة شوية زي ورق العنب، جزء في النُص وبعدين نلفّه كويس أوي الصُباع ونحُطّه والأطراف ما يكونش فيه رُز ونحُطّه في الحلة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. كده أنا كمّلت، كده أنا كمّلت الحلة كلّها، وهنبدأ بقى إن إحنا نحُط عليها ال الشوربة اللي إحنا نعملها. أنا ما عنديش شوربة، فأنا جِبت كوباية مَيّة سخنة، كوباية وربع مَيّة سخنة على واحدة ماجي، طبعًا أول ما هتتحط هتدوب في المَيّة لإن المَيّة بتغلي، ونُص معلقة صلصة، ونُص معلقة سمنة، كل ده بقى يتدوب كويس جدًا مع بعض، أنا كده عملت شوربة. وأنا على فكرة أنا بافضّل الطريقة دي عن الشوربة، سواء كانت لحمة أو فراخ، أنا بافضّل الطريقة دي أكتر، كل واحد طبعًا براحته. هنحطها كلّها بس إحنا كل ما بنحط شوية بنهز الحلة كده شوية عشان المَيّة كلّها تنزل، الشوربة كلّها تنزل، ونحطها على النار عليها طبق أصغر شوية عشان يتكتم كده، البخار يتكتم ويستوي كلّه من النُص، وأول ما يغلي كلّها من الأطراف إحنا بنوطّي النار خالص نخلّيها زي الشمعة. بعد تقريبًا 50 دقيقة بيستوي، يبقى بالشكل القمر اللي أنتم شايفينه ده. ريحة البيت دلوقتي تهبل، حلوة جدًا، 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 ريحة المحشي حلوة جدًا في الشتا وفي البيت. هنبدأ بقى نغرفه. محشي الكرنب من الأكلات اللي ما عرفتش الاستعجال، دخلت بيوت مصر من زمان وكانت دايمًا أكلة شتا تتحضّر على مهل وتستحمل اللمّة. بُصّوا بقى إحنا غرفناه في الصينية الكبيرة دي، من جوّه مستوي والرز مش مهري، الرز مستوي وحلو جدًا، مفلفل. بُص كُلّه مقفّل، ما فيش ولا واحدة اتفكِّت، لإن إحنا برمناه كويس أوي، حتى من جوّه هاجيب لكم من جوّه كده عشان تشوفوه هتلاقوه كُلّه مستوي، الطعم جميل أوي، 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 وبيدفّي جدًا في الشتا. وفي الآخر أول ما المحشي يطلع على السفرة، تلاقي البيت كُلّه دافي، واللمّة كملت، والريحة تفتح النِّفس، تحسّي إنِّك في حضن البيت قبل ما تاخدي أول لقمة. محشي الكرنب مش مجرّد أكلة، ده دفا ولمّة البيت في يوم شتا. جرّبيه بألف هنا.